بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو بقى النهاردة من أوله كده كله ايه، حاجة غير كله. يعني بصوا، غيرنا الفطار بقى كده فطار شعبي. قلنا بلاش بقى شاي بلبن وكحك بقى وفينو والحاجات دي، خلينا كده فول وطعمية وبيض وجبنة قديمة وسلطة. هنروح بقى نفطر وبعد كده هنخش على المشتريات. دي شوية حاجات كده اشتريتها، منها حاجات للتومين. يعني في الزيت اللي هو للقلية دوت من التومين، وبقية الحاجات ديت مشتريات من السوبر ماركت وحاجات من عند محل الحلوين. جبت الزيت بقى دوت من التومين اللي هو اللي انتوا لسه شفتوه. وجبت كمان رز الساعة، جبت 6 كيلو. انا الصراحة بحب اوي رز الساعة، بيبقى حلو والكمية القليلة منه بتبقى ما شاء الله كتير. وجبت كمان 3 اكياس سكر دولت تبع التومين. يعني ال3 كيلو سكر دول تبع التومين هي والزيت. وجبت 3 ازايز زيت دولت الازازة ب19 جنيه. اما ال7 دولت مع التومين هما والسكر. وجبت طبق بيض اللي اخدت منه دوت، عملنا منه الفطار. وجبت كده بقى شوية حاجات خميرة وفيجيتار وبيكنج باودر ومحسن كيك، شوية حاجات بقى يعني لزوم الحلويات وكده. او بصوا دوت كوكس. الصراحة انا بحب قوي دريم، بس كنت بقيت فلوس يعني وما كانش عندهم دريم بيكنج باودر او محسن، فقعدوا يقنعوني ان الكوكس بقى كويس والشركة غيرت ومغيرت. فقلت خلاص بقى ايه، نكمل. وجولدن رحاب جولدن دي الصراحة اول مرة استعملها. انا دايما بستعمل دريم في الخميرة او السندباد. كنت بجيب الباكت السندباد ده ب20 جنيه، وبرضك بيبقى حلو قوي. المهم بقى دي الحاجات اللي كانت موجودة يعني، وكان بقيت فلوس كده بسيطة فجبت بيها. وجبت كيس شاي اللي هو 4 كيلو. جبت كاستر والسحلب ده، تقريبا الكيس ب25 او ب27 حاجة زي كده، من محل في السيدة زينب. هو مبيبيعش على سحلب وام علي بس، اللي هو المنفيه بتاع ام علي. وجبت كمان شوكولاتة اللي هي شيبسي البيضة، عشان انا كان عندي السمرة فجبت بقى البيضة. وجبت كمان بصوا هنا الوزن ده 130 جرام، دولت ب10 جنيه، يعني اكتر من التمن بحاجات بسيطة. وجبت كمان ربع كيلو كريم جانتيه جولدن باك. انا بجيب دايما جولدن باك، صراحة حلو وطعمه جميل، وفي نفس الوقت برضك حاجة مضمونة. والربع كيلو تقريبا ب25 جنيه، ب22 ونص حاجة زي كده. وجبت نص كيلو دقيق سبونج عشان ان شاء الله هعمل تورتاية تاني. احنا داخلين بقى على رأس السنة وكمان عيد ميلادي، فهنعمل ان شاء الله تورتاية تاني كده مع بعض تكون حلو. جبت نص كيلو شوكولاتة، كيلو شوكولاتة، وده الكيلو ب50 جنيه. شوكولاتة غامقة. لو انت حابة اللي هي بالحليب، الحليب تقريبا الكيلو منها ب45 جنيه. وجبت بقى صوص الفراولة ده اللي هو الجيلو اللي بيتحط على التورت والجاتوهات والحاجات دي، اللي هو التقيل يعني عامل زي الجيلي كده. دوت تقريبا الازازة كانت رتل بحاجة تقريبا ب38 ونص حاجة زي كده. الصراحة الماركة دي ما استعملتهاش قبل كده، اول مرة اجيبها، فهجربها بقى معاكم واقول لكم يعني اذا كانت حلوة او لا. ان الشركة دي ما جبتش منها حاجة خالص، بس الصراحة في المحل يعني انا واثقة في المحل، فقال لي يعني هنا كويسة وشغالة معاهم. وجبت كمان قالب فيرن كان عليه عرض ب37 جنيه. بحب طبعا ان انا اجيبها وبحطها في التلاجة عندي. انا مش بستخدمها كتير، بس بحب اعمل بها الفطير، وبحب ابطن الصواني بتاعت البسبوسة او الكيكة او التورت. الحاجات دي صراحة الاحلى حاجة تبقى مادة عازلة، فهي الزبدة الصفرا. وبس هي دي بقى كانت المشتريات بتاعت الاسبوع ده، او بقى حسب ما ربنا يسهل وتخلص. منها التومين اللي هو طبعا تبع الحكومة، ومنها الحاجات اللي انا اشتريتها. هفضي بقى هنا شوية حاجات كده، يعني عندي علبة السكر فاضية وعلبة الرز كمان. هفضي على قد ما هياخده، والباقي هشيله في ظرفة الغسيل. طبعا طول بقى ما انت واقفة في المطبخ يعني بتشوفي المطبخ محتاج ايه، بتكتبي في ورقة عشان لما تنزلي ما تجيبيش حاجة انت مش محتاجاها. يعني انا كانت دي حاجات انا محتاجاها فكتبتها في ورقة،
ونزلت انا يعني بجيب التومين من جمعية، وانا في الجمعية اشتريت بقية الحاجة اللي انا محتاجاها. فيها كل حاجة، وفيها كل ما يعني يلزم المطبخ او التلاجة، يعني فيها كل حاجة ما شاء الله. ونسيت اقولك ان كرتونة البيت دي ب30 جنيه، يعني الطبق بتاع البيت ب30 جنيه. فضيت بقى هنا التلات اكياس سكر، اخده معايا العلبة اللي هي بحطها في الضرفة تحت، وكمان العلبة اللي بستعملها كاستخدام يومي. والعلبة دي هتاخد معايا 3 كيلو رز. الرز دي انا مش بستعمله هنا بالكيلو، انا معايا بصوا الكوباية اللي انتوا شايفينها دي انا بستعمل بيها، يعني بعمل كوبايتين 3 كوبايات طبعا مع الشعرية. بالنسبة للمحشي مش بحط رز الساعة، انا بجيب رز اللي هو السايب خالص للمحشي، بيبقى الصراحة النتيجة بتاعته احسن. لان الرز بتاع الساعة ده يعني بيعوز شوية مية زيادة، فعشان تسوي الرز ممكن تقلقي لو كان كرنب، هتلقي ورق الكرنب بتاعك اتهرى، عشان خاطر ان الرز بتاع الساعة ده بياخد وقت شوية في السوا. فالرز السايب بيبقى احسن في المحاشي، يعني اذا كان بقى محشي او ممبار الحاجات دي. هنا بقى بردك مليت الازاز الزيت والخل بتاعتي. ما انا بصوا بقى بقف في المطبخ بشوفه فيه اي حاجة بعملها، وكمان اشغل الغسالة تشتغل كده، عقبال ما اخلص المطبخ هتكون هي كمان خلصت. وخلاص انا شلت بقية الغازين بتاعي حطيته في ضرفة المطبخ. عندي شوية المواعين الصغيرين دولت قلت بقى اغسلهم، بحيث لما اجي اخرج من المطبخ يبقى مفيهوش اي حاجة. اليوم ده الحمد لله عندي يعني مش هعمل اكل، لا عندي اكل يعني مش هعمل حاجة خالص. يعني بصوا قبل كده قلت لكم انا كان عندي اكل وقفت عملت حاجات شوية، لا النهاردة مش هعمل، عندي الحمد لله. فانا بقى هغسل المواعين، عندي شوية غسيل كده بس هطبقه بقى مع نفسي مش في الفيديو ده. وهشوف كده الدولاب اروق ضرفة، في شوية حاجات عايزة اطلعها، في شوية حاجات عايزة اشيلها. فانتي دايما عودي نفسك اليوم اللي ما بتبقيش عندك فيه شغل كتير، يعني مثلا انا توفر لي الوقت بتاع الاكل اللي مش هعمل اكل، هبدأ بقى اشوف مثلا لو الدولاب بتاعي عايز يتظبط، لو دولاب الاولاد عايز يتظبط. انا عندي هنا الاولاد مش عندي ليهم دولاب خاص بيهم، يعني عندي يعني حاجة كده شوفونيرة بتاعت التلفزيون بحط فيها بس الهنا والحاجات بتاعت شهد اللي هي هدوم البيت، يعني هدوم الخروج بتتعلق عندي في الدولاب. بالنسبة ليحيى مخصصة له بقى التربو، يعني عايزة اقول لكم ان التربو مش بيروق دايما منعكش مهما طبقه. هو دلوقتي عشان اتعود ان هو يخش يجيب هدوم لنفسه، فبقى يفتح الادراج ويطلع الهدوم ويجي يقول ايه قلب الجنس. يا ابني اسكت، تقولي لا قلب الجنس. هو خلاص اخد ان الجنس ده معناه ان هو يلبس جنس يعني خارج بره. وهم دول بقى شويه المواعين صغننين، يعني بصوا بقى دول شويه حلوين زي ما حندقين مش زي المره اللي فاتت، عشان تعرفي الفرق. لما بتكوني انت بالليل غاسله مواعين تصبحي الصبح بيبقى مفيش مواعين. فدي بقى مواعين اللي طلعت مثلا من الفطار، اللي احنا فطرنا فيه، اللي هو الاكل الجميل ده اللي خلانا ناكل كده. اول مره نفطر يعني نقول ايه احنا فطرنا، يعني اللي احنا كنا بنعمله الاول ده اسمه دلع، اللي هو بقى ايه الشاي بلبن ببسكوت بفطير ببقسماط، ده اسمه دلع بقى. فهو بس اللي طلع لي حبه المواعين دول، لكن انا من بالليل كنت مبيته المطبخ بتاعي مفيهوش اي حاجه، غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز وظبطته، يعني كان رايق خالص. البوتاجاز دلوقتي بس عليه حاجات بسيطة همسحه بردك بحيث ان هو يبقى نضيف. اما هطلع الاكل من التلاجة هسخنه بردك مش هيدهول ومفيهوش آلية ومفيهوش اي حاجة، يعني اكل يسخن تسخين بس. وهنا كده كانت خلاص خلصت المواعين، بقى هغسل المعالق ونشوف هنكمل. البوتاجاز بتاعي همسحه والمعه، يعني هو بصوا هتشوفوه دلوقتي زي الفل، بس بردك لازما ان انا المعه. يعني هو بصوا كان حاجات بسيطة خالص فانا مسحته. والوقت بقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص، اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبك. هعمل بقى كوباية شاي باللبن لان مينفعش اليوم بتاعي يعدي من غير ما اشرب فيه شاي باللبن. افطر اكل اشرب لازما بردك اشرب كوباية شاي بلبن. هاكل بقى حتة بسبوسة كده مع الشاي بلبن، وكده خلاص انا هقعد كده رايقة اطبق الغسيل. فلو عجبك بقى الفيديو متنسيش في الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبك في الله ولا اله الا الله. اشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.